بلاش الكلام ده، حرام عليك. ده الجدع يا عيني عامل زي البنت المستحية اللي عمري ما شفته رفع عينه في حد. برضه الاحتياط ما فيش منه ضرر. على رأيك. يا سي عزت، غالي والطلب رخيص. بس خلي بالك يا خالتي مبروكه، اوعي تجيبي سيره لحد. ودي تيجي يا ابني؟ طيب بقى وريني همتك. وحياة غلاوتك عندي لا خلي عقلها ينط من وسط راسها. طيب خدي دول. ايه ده؟ فلوس؟ لو حياتك ابدا. عشان خاطري. لا وده كلام ده 50 قرش يا خبر يا سي عزت. لا عيب يا ندمتي. لا 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 ابدا. دي دفعه صغيره. لو مستمتعين مع ذكريات الميكروفون دوسوا لايك واشتركوا دلوقتي في القناة، ويا سلام لو كلمة حلوة في التعليقات بجد هتفرق معانا. لا عيب يا ندمتي. لا 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 ابدا. دي دفعة صغيرة مؤقتة. لو حياة غلاوتك لا يمكن. طيب خدي ادي كمان 50 قرش. وليه كده بس يا سي عزت؟ اهو انت دلوقتي بقى هتزعلني. يا ستي بقول لك دي دفعة مؤقتا، لكن بعدين هتشوفي ازاي هتكوني مبسوطة خالص. ما تقولش كده يا سي عزت، ده انت خيرك عليا. هو انا انسى لما طردوني من الشغل مرتين وانت اللي رجعتني؟ انا على رأي المثل ما ينسى المعروف الا قليل الاصل. خدي كمان الجواب ده، اديه لنبيلة بينك وبينها، اوعى حد يشوفه. ما تخافش عليا. وبيقول ايه كمان الفنجان يا مبروكة؟ يا خبر يا ست بطة. ايه خير؟ لا نو نو دي مش معقولة. الله خدتيني، ما تقولي في ايه؟ ما اقدرش يا ست بطة، ما اقدرش. يعني في حاجة وحشة؟ دي لوز. لوز مقشر والنبي يا ست بطة. استنى ما اشوف كده يا اخواتي. شايفاه قدامي اهو، هكدب عينيا لكن ده مش معقول. وبعدين وياكي بقى يا مبروكة والنبي يا ستي اهو قدامي اهو، ماشي في سكتك اهو، وهتتقابلوا سوا اهو. حتى شوفي وريني كده اهو. مش شايفة حاجة. سلامة الشوف يا ستي. طيب بقى ما تقولي امال بقى. الله، مين بقى اللي ماشي في سكتي؟ ما انت مش هتصدقي يا ستي. لا هصدقك. طب اسمعي يا ستي. يا اختي ايه؟ شاب طويل اسمر عليه العين جاي وفاتح لك ايديه الاتنين. يا دي الندامة. وجاي يعمل ايه؟ جاي يطلب القرب من ست الستات ويعيش معاها في التبات والنبات ويخلف صبيان وبنات. كلام ايه ده يا مبروكة؟ هو ده معقول؟ ماليش دعوة يا ستي، الفنجان بيقول كده. هو انا جايبة حاجة من عندي؟ هو انا بتاع الجواز. يو ما تقولش كده امال يا ستي. يعني انت خلاص بقى كبرتي قوي. لا جيتي للحق، انا مش كبيرة لكن كمان يا مبروكة ماني صغيرة. اهو كبيرة صغيرة بيحبك وخلاص. طب ده انا ما حلتش غير حتة البيت اللي سابولي المرحوم. هيحبني على ايه؟ على ايه؟ ليه؟ هو انت لا سمح الله وحشة؟ ده انت قمر والنبي. طب قومي كده تزوقي وشوفي نفسك هتبقي ازاي. يقطعك يا مبروكة. الف مبروك يا ستي. قولي ايه وده شافني فين؟ استنى ما اشوف كده. شافك فين؟ ايوه شوفي. ايوه يا ستي شافك فين؟ ستي ده بيجي البيت كتير والنبي وبيحبك يا كبدي وكاتم حبه في قلبه. واول حرف من اسمه استنى ما اشوف كده يا ستي. اول حرف من اسمه
عين. عزت 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 مفيش غيره. اصلي شايفاه كده كل ما يكلمني كده سايح على بعضه، لكن ليه بقى ما بيقوليش هو انه بيحبيني؟ يمكن خايف يا ست بط. يخاف من ايه وانا بخوف؟ لا ألف بعد الشر. امال ايه؟ خايف يعني من ابن أخوك سي حمدي لحسن يعرف ولا حاجة. ابن اخويا؟ أيوة. هو له عندي ايه؟ له حاجة عندي؟ ابدا، ولا انا صغيرة. جايز ما يرضاش. ان شاء الله ما رضي انا حرة، لكن قوليلي يعني كده مش شايفاه صغير عليا شوية؟ يا اختي لا صغير ولا حاجة. إيه؟ طب ده انت بس لو خدتي بالك من نفسك شوية تبقي أصغر منه. قصدك ايه بقى؟ قصدي يعني تروحي تفصلي لك كده كام فستان فرايحي على الموضة. فكرك كده يا مبروكة. وتخطفي رجلك لحد الكوافير يعمل لك تسريحة كويسة ويصبغ لك شعرك كويس. يوجدك ايه يا مبروكة؟ ما انت شايفة الستات اللي يولدوكي بيعملوا ايه؟ والله صدقتي، بس يعني معقول يعني اتجوز؟ يوه، لكن يعني ما اتجوزش ليه؟ هو الجواز عيب ولا الجواز عيب؟ ما بقولش الجواز عيب يا عمتي، لكن لما واحدة في سنك تتجوز شاب صغير زي عزت اهو ده العيب. واحدة في سني؟ ليه؟ شايفني كبرت قوي؟ طب ده انا حتى ما حصلتش ال35. بس يا عمتي هي كده، انت ما بتعرفش تحسب ولا ايه؟ بس يا عمتي حاجة بالعقل، إذا كان المرحوم جوزك اتوفى بقاله 42 سنة إيه؟ يبقى عمرك 35 سنة ازاي؟ يعني كان متجوز خيالك؟ انت اللي ما بتعرفش تحسب. يا عمتي ما يصحش، مالكش دعوة. الواد ده عايز يضحك على عقلك ويلطش منك البيت. مش ممكن، ده بيحبني لشخصي مش عشان البيت. بيحبك؟ هو ده معقول؟ ايه؟ طب ويضحك عليا ليه؟ هو انا عبيطه ولا برياله؟ انا عارف ده بيحبني من كل قلبه كده، وانا كمان بحبه من كل قلبي. يا عمتي خليكي عاقله، فكري شويه. حد يقول في الدنيا شاب عمره 28 سنه يحب واحده قد جدته؟ قد جدته؟ انت عايز تكبرني بالعافيه؟ الناس يقولوا عليك ايه؟ محدش له دعوه بيا، انا حره. فضيحه، مصيبه، اود وشي فم الناس. هي ايه الحكايه؟ هو انا اول الناس اللي اتجوزوا ولا اخرهم؟ مش بزياده البلاوي اللي انت عاملاها في وشك، احمر وابيض وشعر عيره وفساتين مشخلعه انت مالك وماشي؟ انا واحده عايزه اتزوج، عايزه اتمتع بالدنيا. انت متغاظ ليه؟ هي اللي تتمتع بالدنيا تعمل زي الاراجوز كده؟ انا عارفه انك محموق كده، ليه مش عارفه؟ عشان سمعتك بين الناس. لا مش مربط الفرس. امال عشان ايه؟ عشان مراتك سعاد غيره مني. ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا ولية انت يا خرفان؟ سعاد؟ انا سامعه كل كلامها من الاوضه التانية. الغيره منها قال انا اغير من واحده كركوبه كده زيك؟ انا كركوبه؟ انا كركوبه؟ عجبك كده يا حمدي؟ ما هو الحق عليك يا عمتي. جواز ايه اللي تتجوزيه ده؟ مش عيب عليكي؟ سعاد بصي في المرايه كده، شوفي شكلك ازاي. ماله شكلي؟ اهو عاجب الناس، اهو عاجب العريس. فلفلوا بقى، الله، فلفلوا بقى يا عمتي عالي شويه. عريس ايه فلفلوا. وكلام فارغ ايه ده؟ قصده يهزقك ويهزقني معاك. يا سيدي واحنا مالنا؟ سيبها تتجوز ولا تتوفى حتى، احنا مالنا؟ نعم نعم، هي حصلت لحد كده؟ طب والله 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 ما انا قاعده لكم في البيت. وبعدين بقى في المصيبه دي يا سعاد؟ انا عارفه بقى، اهي عمتك وانت ابن اخوها، انا ايش دخلني وحشرني بينك وبينها؟ جات لنا فين البلوه دي يا رب؟ انا هتجنن. ما تشوف